السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعين قناة تعليم الفصالة والخياطة بالقيد، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا طريقة تفصيل وخياطة عباية للمحجبات. عباية كتجي واسعة على شكل فراشة. إذا بسم الله على بركة الله. أول حاجة كنبداو بها الدرس ديالنا دائما كناخذوا العبار ديال التوب قبل ما نفصلوه. بالنسبة لنوع التوب هذا فهذا نوع كريب، والمقاس اللي غادي نخدموا عليه غادي يكون مقاس كيتلبس تقريبا لجميع المقاسات، حيت هذا الموديل كيجي واسع في اللبس. اذا الكميه ديال التوب اللي غادي نحتاجو في هذا الموديل غادي نحتاجو 3 متر. اذا هنا كنمشي كناخذ العبار ديال الطول هو الاول، اذا هنا هذه هي متر ونصف، وهذه اللي بقات لينا متر ونصف الثاني. يعني كما كتشوفوا معايا هنا الطول ديال التوب هذا عندنا فيه 3 متر. من بعد ما خديت القياس ديال الطول، الان غادي ناخذ القياس ديال العرض، يعني الجهه ديال التنكيس ديال التوب. اذا العرض ديال التوب هذا غادي يكون عندنا فيه تقريبا متر و60 سنتيم. هذه متر ونصف، وهذه اللي بقات لينا زايده تقريبا 10 سنتيم. يعني العرض ديال التوب هذا عندنا فيه متر و60 سنتيم، وبالنسبه للطول عندنا فيه 3 متر. اذا كنشيد هذاك 3 متر كنطويه على 2 كما كتشوفوا معايا هنا، وكنطلق التوب بهذه الطريقه هذه. اذا طوينا التوب على 2 وكنعاود نطوي التوب على 4، وكنشيدها الجهه اللي مفتوحه وكنردها جهتين. وكنبقى تنقادو مزيان قبل ما نبداو ناخدو المقاسات. بعد ما طوينا التوب بهذه الطريقه هذه بقات لينا متر ونصف. اذا كنبقى كنقادو مزيان، هو مطوي عندي على 4. اذا كما كتشوفوا معايا هنا التوب طويناه على 4، هذيك الجهه اللي مفتوحه هي اللي رديتهم جهتين. اول حاجه غادي ناخذ القياس ديال رقبه العنق، عندنا هنا 8 ديال السنتيم، وكنزل هنا بجوج ديال السنتيم في هذيك الدوره ديال العنق الجهه ديال الخلف، وكنسطر بهذه الطريقه. بالنسبه لقياس الكول كنزل هنا ب 12 سنتيم، حيت هذا الموديل كيجونا الازرار في الصدر، وكنطراسي الدوره ديال الكول بكل سهوله. هنا بالنسبه للكول في الجهه ديال الصدر كتكون عندنا الازرار، كنزل هنا ب 25 سنتيم، وكنسطر على هذا القياس هذا ديال 25 سنتيم اللي غادي تكون عندنا فيها هذيك الصداف في الجهه ديال الصدر. هنا ملي كناخذوا القياس ديال الكتاف بهذه الطريقه هذه كنحدوا هذيك القيمه ديال الكتاف، وإلا خدينا القياس ديال الاكمام فهما الاكمام كيجونا ناقصين. هذا علاش غادي نزيدوه الباندا في الاكمام اللي غادي تكون بالكشكشه والصداف. هنا كنزل ب 12 سنتيم وكنحدد قياس فم الكوم، وكنسطر على هذه القيمه هذه 12 سنتيم. كنخرج في اتجاه القياس ديال رقبه العنق اللي كنا خلينا فيها 8 ديال السنتيم. بالنسبه لفم الكوم غادي نخلو فيه 25 سنتيم، وغادي نجمعوه بالكشكاشه من بعد ما نديروا له هذيك الباندا اللي كتجي مخدومه بالفتيحه والصداف، وكنسطر على القياس هذا ديال 25 سنتيم. اذا كنجي من العبر ديال فم الكوم وكندخل هنا ب 6 سنتيم، كنسطر على 6 سنتيم، وكنجي من هذيك العبر ديال 6 سنتيم وكنزل بنفس القياس ب 6 سنتيم، وكنجي من هذا القنت هذا وكندخل ب 3 ديال السنتيم، وكندير هذيك الدوره باش ما يجينيش التكماش في هذا المكان في المرحله ديال الخياطه. ومن هذا القياس ديال 6 سنتيم كنهبط تنسطر حتى كنخرج في العبر ديال الجلايل اللي غادي يكون في الاسفل من التحت. اول حاجه غادي ناخذ العبر ديال الطول قبل ما نحدد العبر ديال العرض الجلايل من التحت. اذا هنا تقريبا غادي يبقى لينا متر و46 سنتيم في الطول ديال هذا الموديل، وبالنسبه للعرض ديال الجلايل من التحت غادي نخليو 60 سنتيم. يمكن لكم تخليو حتى اكثر، كيبقى هذا على حساب الرغبه.
وكنسطر على القياس ديال الطول ديال هذا الموديل. اذا سطرت على قياس الطول، ومن هذا العبر هذا ديال 60 سنتيم كنخرج في اتجاه العبر ديال هذاك اللي خليناه من تحت الكوم. اذا سطرت على هذا القياس هذا ديال الطول وديال العرض. اذا دابا كنقطع داك القياس ديال الرقبه ديال العنق اللي كنا خلينا فيها 8 سنتيم، وهنا كنبدا كنقطع من فم الكوم على حساب هذاك الطراسي اللي كنا درنا حتى كنخرج في القياس ديال هذاك العبر ديال الرقبه ديال العنق. اذا هنا من فم الكوم حتى كنخرج في القياس ديال الكتف في اتجاه قياس الرقبه ديال العنق، وهنا كنمشي كنقطع هذاك العبر ديال فم الكوم. يعني هنا تقريبا كنمشي غير كنقاد هذاك التوب باش نستغل التوب، وهنا كنجيب هذيك الدوره دايره من تحت فم الكوم باش ما يجينيش التكماش في المرحله ديال الخياطه، وكنهبط تنقطع على حساب هذاك العبار اللي كنا درنا في العرض ديال هاد الجلايل حتى كنخرج في الاسفل. اذا كنمشي كنقطع القياس ديال الطول. بالنسبه لهذا الموديل طبيعه الحال قياس الطول كيختلف من شخص الى اخر، يمكن يكون اقل ويمكن يكون اكثر. اذا قطعنا القياس ديال الطول كيجي من هاد الجهه ديال الجوانب وغادي نطلع ب7 سنتيم. اذا كنسطر على 7 سنتيم وكنمشي كنطراسي بهذه الطريقه هذه. انا كنطراسي وانا ترقاق حتى كنخرج الشوكه في الوسط ديال هاد العبار، وكنمشي كنقطع هاد القيمه هذه اللي طلعنا بها جهه الجوانب. اذا قطعنا القياس ديال الطول نقصنا من الجهه ديال الجوانب باش ما يجوناش الجوانب نازلين. كما كتشوفوا معايا هنا قطعنا هاد العبارات هادو اللي كنا حددناهم في المرحله ديال التفصيل. اذا دابا اول حاجه غادي نحيي الجهه ديال الخلف وغادي نخلي الجهه ديال الامام. الجهه ديال الامام مازال غادي نديرو فيها بعض التعديلات كما غادي نشوفوا. كنحيي الجهه ديال الخلف وكنخلي الجهه ديال الامام، وكنبقى تنقد مزيان هذيك الجهه ديال الامام. غادي نقطع هذيك الدوره ديال الكول على حساب هذاك العبار اللي كنا نزلنا به. دابا كنجي من الجهه ديال الامام وكنقصوا فيها ما بين سنتيم حتى 2 ديال السنتيم. انا هنا نقص سنتيم واحد من الجهه ديال الامام. اذا كنمشي كنقص هذا العبر هذا باش ما تبقاش هاد العبايه كترجع للخلف. اذا كنمشي كنقص من الجهه ديال الامام كما كتشوفوا معايا هنا. اذا نقصنا من الجهه ديال الامام باش كنكونوا هكا فصلنا الجهه ديال الامام والجهه ديال الخلف. اذا دابا غادي نفصلوا هذيك القيمه اللي غادي نضيفوها في الكم، يعني هذيك الباندا اللي كتجي مخدومه بالكشكاشه وكتجي فيها الصداف والفتيحه. اذا كنشد هذيك القطع ديال الثوب اللي كيبقاو لي شايطين، يعني هنا عندنا 4 ديال القطع. هنا كنقد هذيك الثوب اللي غادي نفصلو منه هاد الباندا اللي غادي نضيفوها في الكم. هنا الطول ديالها غادي نخلي فيه 28 سنتيم، يعني 28 سنتيم كنطويها على 2 كتعطينا 14 سنتيم. هنا نفس القياس 28 سنتيم، وكنقطع هاد العبر هذا ديال الباندا. اذا هما القياسات ديال الباندا. دابا غادي ناخذ العرض ديال اللي غادي نحتاجو في هاد الباندا. بالنسبه للعرض ديالها غادي نخليو فيها 11 سنتيم. كنمشي كناخذ القياس ديال 11 سنتيم هو العرض ديال هاد اللي خلينا في هاد الباندا، وكنقطع هاد العبر هذا اللي خلينا في هاد الباندا. اذا كنطويوه بهاد الطريقه هادي وكتجينا في فم الكم بحال هكا، والكم كيجي مجموع بالكشكاشه وكتجي عندنا الفتيحه
وكنديروا الصدفه في هذاك المكان. اذا دابا غادي نفصلوا هذيك الباندا اللي كتجينا فيها الصدى في الجهه ديال الامام. هنا كنا خلينا 25 سنتيم في هذيك القيمه اللي كنا نزلنا بها. كنشد هذيك القطعه ديال الثوب كنطويها على اثنين بهذه الطريقه هذه، حيت كيكون عندنا جوج ديال القطع كما غادي نشوفوا. هنا بالنسبه للطول غادي نخليوه فيها تقريبا 30 سنتيم، غادي نخليها زايده على هذاك القياس. من الافضل تكون زايده، ما ديروش العبار يكون متقاد. من بعد الخياطه كنقصوا هذيك القيمه اللي كتكون عندنا زايده. اذا غادي نفصلوا جوج قطع. بالنسبه للعرض ديالهم غادي نخليو فيهم 7 سنتيم. اذا كنهبط عباره 7 سنتيم، نفس القياس 7 سنتيم. غادي نقطع هذا القياس هذا ديال هذيك الباندات اللي كيجونا مخدومين بالصداف في الجهه ديال الصدر. هنا كنطويو بهذه الطريقه هذه على اثنين كما كتشوفوا، كيجونا هكا في الجهه ديال الصدر. دابا غادي نفصل هذيك القطعه ديال الثوب اللي غادي نفينو بها الكول، يعني اللي غادي نديرو بها التشطيب ديال الكول. بالنسبه للعرض ديالها غادي نخليو فيه 3 سنتيم. بالنسبه للطول واخا تكون زايده ماشي مشكل، غادي نقصوا منها في المرحله ديال الخياطه. وكنمشي كنقطع هذا العبار هذا ديال 3 سنتيم. اذا قطعنا هذيك الباندا اللي غادي نفينو بها الكول كما كتشوفوا. باش كنكونوا هكا فصلنا هذا الموديل بكل سهوله. كنتمنى الفكره تكون واضحه، وفي حاله بانت لكم شي حاجه غير مفهومه يمكن لكم تكتبوها لي في التعليق وانا غادي نجاوبكم ان شاء الله بحول الله. الان غادي ندوزو للمرحله ديال الخياطه. هذه هي الجهه ديال الامام. غادي نخيطوا هذيك البانطات اللي كيجونا فيهم هذيك الصداف، بهم غادي نبداو الخياطه ديالنا ديال هذا الموديل. كنشد هذيك البانطه كنطويها على اثنين بهذه الطريقه هذه، كندير الوجه ديال الثوب هو اللي على برا، وكندور معها بالخياطه. حنا هنا ديرنا السرجي عاد دوزنا للمرحله ديال الخياطه. اذا كنمشي كنخيطها بشكل عادي. اذا نخيط القطعه الاولى، كنشد القطعه الثانيه غادي نخيطها بنفس الطريقه. كنتاكد من الوجه ديال الثوب هو اللي كنديرو مع برا، وكنمشي كنخيط على الحريف ديال الثوب. كنخيط بشكل عادي كما كتشوفوا. كندور معاها كامله بالخياطه باش كنكون خيط هاد القطع بجوجهم كما كتشوفوا. اذا دابا غادي ندوزو باش نخيطوهم في المكان ديالهم. كنشد هذيك الجهه ديال الامام هي هذه كما كتشوفوا. غادي نعاود نتاكد من هذاك القياس، وهنا قبل ما نتاكد من هذاك القياس كنحدد الوسط ديال الكول. ضروري نتاكد من العبر ديال الكول، ندير واحد العلامه في الوسط ديال الكول، عاد ندوز ناخذ المقاسات ديالي. اذا هذه هي الجهه ديال الامام. هنا كنا نزلنا ب 25 سنتيم. كنعاود نسطر على هذاك القياس ديال 25 سنتيم، وكنطلع كنسطر على هذا القياس هذا باش يجيني العبارات متقادين، ما تكونش جهه مايله على جهه. دابا كنشد هذيك الباندا وكنخليها زايده من الفوق شويه. هذا علاش كنا خليناها في المرحله ديال التفصيل زايده على العبار اللي كنا حددناه في الوسط ديال الصدر. وكنهبط تنخيط. هنا كنخلي سنتيم واحد وكنهبط تنخيط. ضروري هنا نبقى تنقاد. ملي كنوصل لهذاك المكان اللي كنا سطرنا عليه ديال 25 سنتيم كنوقف هنا في هذا المكان. كنخيطنا الجهه الاولى كما كتشوفوا كتجينا بحال هكا. دابا غادي نقلب باش نخيط الجهه الثانيه.
غادي نبداها من التحت الجهه الثانيه كما كتشوفوا هنا وقفنا بالخياطه، يعني الجهه الثانيه خصها تجيني متقاده كما كتشوفوا. الخياطات من التحت خصهم يجيو متقادين. اذا هنا كنقاد الخياطه مزيان باش ما تجيش خياطه نازله وخياطه طالعه، وكنطلع تنخيط بنفس الطريقه اللي خيط بها الجهه الاولى. وهنا العبر اللي خليت في الجهه الاولى هو نفسه اللي خصني نخليه في الجهه الثانيه. اذا كنطلع تنخيط كما كتشوفوا خيطنا الجويه بجوجهم، هذا هو الفراغ اللي بقى بيناتهم. كما كتشوفوا هنا الخياطه من التحت كتجي متقاده، وهنا من الداخل كتجينا بحال هكا. كما كتشوفوا الخياطه العبر اللي بديت به هو اللي خصني نكمل به. هنا كنسطر على هذا القياس فين غادي تكون عندنا هذيك الخياطه ديال السيين اللي كيجي من الداخل، كنجي بيناتهم وكنهبط تنفتح بالمقص. اذا كنهبط تنفتح في الوسط، ملي كتبقى لي هذيك سنتيم ونصف كنبدا تنميل. انتبهوا معايا الطريقه هنا، ملي كنوصل لهذا المكان هذا كنميل بالتقطيعه ديال المقص، كنخرج في هذيك الجدر ديال الخياطه فين وقفنا. وهنا نفس الطريقه من الجهه هذه باش كيتعزل لينا هذاك السين ديال الثوب كما كتشوفوا معايا هنا، باش كنخيطوا عليه باش ما يجيناش فالت في الوجه. اذا كما كتشوفوا كتجينا بحال هكا. دابا كنقلب لداخل هذيك الباندات اللي خيطناهم ديال هاد الصداف اللي غتجيونا في الجهه ديال الامام. كنقدهم بهذه الطريقه هذه، ضروري يكونوا متقادين مزيان. وكنشيد هذاك السين اللي كنا خليناه ديال الثوب وغادي نخيط في هذا المكان باش كنثبت هذيك الجهه باش ما تبقاش كتخرج لينا في الوجه ديال الثوب على برا. كنخيط عليهم بهذه الطريقه هذه، وضروري يكونوا متقادين مزيان، ما تكونش جهه مايله على جهه. دابا كنقلبهم على الوجه ديال برا كما كتشوفوا كيجيونا متقادين، خصهم يجيو بحال هذا الشكل هذا. دابا غادي ندير لهم واحد الخياطه ديال السوبيكاج، يعني كتكون رقيقه. كنقلب هذيك الخياطه ديك الثوب اللي كنا طويناها لداخل، كنقلب وجيت لداخل وكنهبط تنخيط غير بشويه وتنقاد هذيك الخياطات باش يجوني متقادين. على نفس الطريقه كنكمل الخياطه ديالي بشكل عادي. ملي كنوصل لهذاك المكان اللي كنا وقفناه في الخياطه كنخلي الابره نازله وكانت الصباط ديال الماكينه وكندور معاها بالخياطه. هنا في هذا المكان كنمشي تنخيط غير بشويه باش يجيني الخياطه متقاده. هنا نفس الطريقه كنحيد هذيك الباندا ديال الجهه الاولى وكنطلع تنخيط السوبيكاج على الباندا ديال الجهه الثانيه، وكنبقى تنقادو مزيان وتنخيطها بكل سهوله. كما كتشوفوا معايا هنا كتجينا بحال هكا مخدومه، يعني مخدومه بطريقه زوينه. وهذيك الزياده اللي بقات لينا كنقطعوها بالمقص. هذا علاش من الافضل نخليو هاد الباندا تكون زايده على هذاك القياس اللي غادي نحتاجو في الجهه ديال الامام اللي غادي نخدموها بالصداب بهذه الطريقه هذه. اذا من الداخل كتجينا بحال هكا حتى هذيك القيمه اللي كانت زايده قطعناها كتجينا فينيه من الداخل، ومن برا كتجينا بحال هكا، كتجي جهه نازله على جهه، يعني بطريقه سهله وزوينه. وهاد الخياطه ضروري خصها تجي متقاده وما يكونش التكماش في هذاك المكان، يعني كتجي مطلوقه مخدومه بطريقه زوينه. اذا كتجي جهه نازله بحال هكا وكيجيونا هذاك الصداف، يعني هذاك الازرار في الجهه ديال الصدر مخدومين بهذه الطريقه هذه، كيجيو متقادين بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معنا. حاولت نبين لكم اسهل طريقه كيفاش نخدموا هاد الباندا اللي كتجينا في الصداف بهذا الشكل هذا. كما كتشوفوا كتجينا فينيا لا من الداخل ولا من برا، والعبارات كيجونا متقادين. اذا دابا غادي نجمعوا الكتاف ما بين الجهه ديال الامام وما بين الجهه ديال الخلف. اذا هذه هي الجهه ديال الكول، الجهه ديال الامام كما كتشوفوا. هنا الكتاف كما كتشوفوا كيجونا متصلين مع الاكمام. كندير الوجه مع الوجه وكنمشي تنقيس بهذه الطريقه هذه.
وكنبدا الخياطه ديالي من فم الكوم، كنجمعوا الكتاف ما بين الجهه ديال الامام وما بين الجهه ديال الخلف. اذا كنمشي كنخيط كنخلي سنتيم واحد حق الخياطه، وكنمشي كنجمع الكتاف ما بين الجهه ديال الامام وما بين الجهه ديال الخلف. اذا كنمشي كنجمع الكتاف، كما كتشوفوا العبارات كيجونا متقادين. كنشيد الجهه الثانيه بنفس الطريقه، كنخلي سنتيم واحد حق الخياطه، وكنمشي كنجمع الكتاف ما بين الجهه ديال الامام وما بين الجهه ديال الخلف. وهنا نبقى تنخيط وانا تنقيس باش ما تجينيش جهه زايده على جهه، حيت هما في المرحله ديال التفصيل كيكونوا متقادين. هذا علاش كيجونا العبارات مضبوطين. اذا جمعنا الكتاف ما بين الجهه ديال الامام وما بين الجهه ديال الخلف، دابا غادي نديرو تشطيب لهاد الكول. اذا كما كتشوفوا كنشيد هذيك الباندا اللي كنا فصلناها، هنا كندير لوجه مع لوجه ديال التوب، وكنخلي هذيك الباندا زايده شويه، عاد كنبدا الخياطه. اذا انا كندير لوجه مع لوجه وكنخلي سنتيم واحد حق الخياطه، وكنمشي تنخيط. اذا كندور مع الكول بالخياطه، دائما نفس العباره باش بديت هو اللي كنكمل به، كنخلي سنتيم واحد حق الخياطه وكنمشي تنخيط. اذا من نفس الطريقه كنمشي تنخيط. اذا حتى كنوصل للجهه ديال الكول الثاني. هاد الزياده هادي كنقطعوها بالمقص، وهنا كنمشي كندير هذيك الكرانات باش ملي نقلب هذاك الكول كيجي نازل مخدوم بطريقه زوينه. اذا دابا غادي نخيط واحد الخياطه رقيقه ديال السوبيكاج، يعني هذاك الثوب اللي مطول داخل كنقلبو جيت هذيك الباندا اللي كنفينو بها الكول، كنمشي معاها بالخياطه. انا كنمشي كنخيط بطريقه عاديه كما كتشوفوا، كنقلب هذاك الثوب اللي مطول داخل كنقلبو جيت هذيك الباندا، وكنمشي تنخيط. الخياطه كتكون رقيقه. اذا كندور مع هذيك الباندا كلها بالخياطه حتى كنخرج في الجهه الثانيه ديال الكول. كما كتشوفوا الخياطه كتجينا في هذيك الباندا. دابا كنقلب الكول لداخل، وكنقطع ديك الزياده اللي كنا خلينا زيده الباندا، كنخلي غير سنتيم واحد اللي كنخليوها زايد، كنشد داك السنتيم كنطويه لداخل، وعاد كنقلب عليه الطويه الاولى والطويه الثانيه ديال هذيك الباندا اللي غادي نديرو بها التشطيب ديال هذا الكول، يعني اللي غادي نفينو بها الكول. كنقلب هذيك الزياده لداخل وكنمشي تنخيط، يعني كندير الطويه الاولى والطويه الثانيه، وكندور مع الكول بالخياطه باش كيجينا الكول مفيني بطريقه زوينه. وهذيك الخياطه اللي كنا درناها في الباندا فهي كتجينا من الداخل، ما كتجيش على برا، ما كتجيش في الوجه، يعني كتجي لداخل ما كتجيش كتبان نهائيا. كندير الطويه الاولى والطويه الثانيه وكنمشي كنفيني هذا الكول. كندور مع الكول بالخياطه، هنا كما كتشوفوا الخياطه فهي كتجيني من الداخل، وهنا هذيك الزياده تنقطعها وكنخلي غير سنتيم واحد، وهذاك السنتيم كنطويه لداخل عاد تنخيط عليه. كما غادي نشوفوا كنشيد هذاك السنتيم اللي خلينا زايد كنطويه لداخل، وكندير الطويه الاولى والطويه الثانيه، وهذيك الخياطه اللي كنا دوزنا على الباندا فهي كتجينا من الداخل ما كتجيش بينا في الوجه، وكنمشي كنخيط الكول بطريقه عاديه. كيجينا الكول بحال هكا كما كتشوفوا كيجيني فيني مع لا برا كما كتشوفوا، وهذيك الخياطه اللي كنا دايرينها في الباندا فهي كتجي من الداخل، وحتى من الداخل كيجي انفيني. اذا دابا غادي نديروا هذيك الفتيحه اللي كتجينا في فم الكوم. هنا غادي نخلي 6 سنتيم. 6 سنتيم هو القياس اللي خليناه في هذيك الفتيحه اللي ديال فم الكوم اللي غادي نديروا ليه هذيك الباندا اللي كتجي مخدومه بالصداع. كنخلي هذيك 6 سنتيم وكنهبط تنجمع الجوانب ديال هذا الموديل بطريقه عاديه. كنخلي سنتيم واحد حق الخياطه،
وكنهبط تنجمع الجوانب. ملي كنت تنجمع الجوانب تنبقى تنقيس باش ما تجينيش الجهه زايده على جهه. اذا كنهبط كنجمع الجوانب حتى كنخرج من الاسفل من التحت. الجهه الثانيه خدمتها بنفس الطريقه. دابا غادي نديرو هذيك التكفيفه، يعني هذيك العطفه اللي كتجينا من الجليل من التحت. هنا داير السرجي غادي ندير غير طاويه واحده، لو ما كنتش داير السرجي غادي ندير جوج طاويات. هنا كندور مع الجليل بالخياطه حتى كنوصل للمكان اللي بديت منه الخياطه. دابا كنشيد هذيك الفتيحه ديال الكم وغادي ندير واحد الطويه ديال الخياطه، يعني غادي ندير لها واحد العطفه لداخل، واحد التكفيفه كتجينا من الداخل. كنضرب مع ديك الفتيحه ديال الكم بالخياطه. انا نحاول ما امكن الخياطه تجيني متقاده، كندور معها بالخياطه حتى في هذا المكان هذا. هنا نفس الطريقه من هذه الجهه هذه كنخيط هذيك الفتيحه اللي كتجينا في فم الكوم. اذا هذه هي الفتيحه اللي درنا في فم الكوم. دابا غادي نديرو هذيك الكشكاشه، كنرخو في الطونسيون وكنزيد في العبر ديال الغرزه، حيت هذا فم الكوم كيجي مجموع بالكشكاشه مخدوم بالباندا. كنمشي كنخيط على الحريف ديال الثوب. بالنسبه لفم الكوم كندور مع فم الكوم بالخياطه كما كتشوفوا. هنا كنشد خيط واحد وكنبقى تنجر، انا تنجر وهذيك الكشكاشه كتبقى كتجمع لينا فم الكوم، وكنبقى تنقيس العبار اللي غادي نحتاج في هذا فم الكوم بعد ما نديروا له الكشكاشه. كنبقى تنقيس كما كتشوفوا. هنا كنشوف العبار اللي غادي نخليه، هنا غادي نخلي 12 سنتيم في العبار ديال فم الكوم. اذا دابا كنشيد هذيك الباندات اللي غادي نخدموهم فم الكوم كما كتشوفوا. هنا عندنا 4 ديال القطع. اذا كنشيد هذيك العبار، هنا واحد الجهه غادي نخليها زايده على جهه اخرى ب 3 سنتيم. كنشيد الجهه الثانيه، هنا نحاول ما امكن يجوني مخاويين باش ما تجينيش واحد الصدافه في الجهه ديال الامام وحده في الجهه ديال الخلف، يجوا متقادين. هنا نفس القياس 3 سنتيم، واحد الجهه كنخليها زايده على جهه اخرى. دابا كنجي كنبدا الخياطه ديالي كما كتشوفوا من هذاك المكان اللي خليناه زايد ديال 3 سنتيم، والجهه الاخرى كنبداها العكس ديال هاد الجهه هذه، وكندور معاه بالخياطه. كندير الوجه مع الوجه وكنخلي سنتيم واحد حق الخياطه، وكندور معهم بالخياطه بهذه الطريقه. ملي كنوصل هنا كنخلي الابره نازله وكندور بالخياطه. ملي كنوصل لهذا المكان هذا ما كنوصلش حتى للتالي، كنخلي واحد السنتيم مفتوح ما كنخيطش عليه كما كتشوفوا معايا هنا. اذا كما كتشوفوا هنا السنتيم خليناه مفتوح ديال هاد الباندات. الباندات الثانيه حتى هي خيطتها بنفس الطريقه، كنخليو هذاك السنتيم مفتوح باش منه غادي نبداو الخياطه ديالنا. اذا هذه هي الباندا كما كتشوفوا. كنجي من هذيك 3 سنتيم اللي كنا خليناها زايده وكندير واحد الكرانه بالمقاس حتى كنوصلها لهذاك المكان ديال الخياطه. دابا كنقلب هذيك الباندا على الوجه وكنخرج هذيك القنات مزيان كما كتشوفوا معايا هنا. ضروري هذيك القنات يكونوا خارجين باش كتجينا هذيك الباندا بحال هكا كما كتشوفوا مخدومه. دابا غادي ندوزو باش نخيطوها فم الكوم. هي الباندا ديال هذا الموديل. كنشيد هذيك الفتيحه اللي كنا خليناها فم الكوم وغادي نبدا الخياطه. اذا هنا كما كتشوفوا كنخيطها على من الداخل ديال فم الكوم. اذا كنبدا الخياطه من هذا المكان هذا وكنمشي تنخيط. هنا هذيك الكشكاشه نحاول ما امكن ما تجينيش مجموعه غير في مكان واحد، كتجي مفرقه على فم الكوم كامل. كنخلي سنتيم واحد حق الخياطه وكنمشي تنخيط الباندا ديال هذا الكوم، ونبقى تنقيس مع المكان اللي غادي توصل لينا فيه الخياطه. هنا كنقيس المكان اللي غادي يوصل فين كنا خلينا زايده هذيك 3 سنتيم ديال الباندا الجهه الثانيه. اذا كما تشوفوا هذه الزياده اللي كنا خلينا زايده في هذيك الباندا، وكنمشي تنخيط كنجيبها متقاده مع هذيك الفتيحه اللي كنا درنا بالكرانه بالمقص.
وهنا ننتبه باش ما يجونيش الجوايه جهه واحده، ضروري يكونوا مخاويين باش كتجيني الباندا بحال هكا. ودابا هذيك الزياده اللي كنا خلينا زايده سنتيم غادي نطويوها عليها كما كتشوفوا كيجينا الباندا بحال هكا. دابا كنشيد هذاك السنتيم اللي بقى لينا زايد وغادي نطويه لداخل باش كيجيني كلشي ينفيني لداخل، يعني كنمشي كندير بحال الخياطه ديال الرباطاج. وهنا ننتبه باش ما تجينيش الخياطه فلته من الداخل، تجيني فينيا كي على برا كيما للداخل. الا كنطوي هذاك السنتيم دابا راني كنخيط على الوجه ديال الكوم، يعني كنخيط على الوجه ديال التوب ديال فم الكوم. كنبقى كنطوي هذاك السنتيم وكنمشي تنخيط. اذا كنمشي كنخيط بطريقه عاديه، وهذيك الخياطه الاولى اللي كنا درنا ضروري خصها تجي لداخل ما تجيش كتبان. ملي كنوصل هنا كنخلي الابره نازله وكنهز صباط الماكينه وكندور مع هاد الباندا بالخياطه. ملي كنوصل لهاد القنت هذا نفس الطريقه وكنمشي تنكمل الخياطه ديالي بشكل عادي. اذا كنمشي كنخيط بشكل عادي كما كتشوفوا حتى كنوصل لهاد القنت، كنخلي الابره نازله كنهز الصباط ديال الماكينه وكندور حتى كنوصل للمكان اللي بديت منه الخياطه ديال هاد فم الكوم ديال هاد البوانيات. باش كيجينا فم الكوم بحال هكا كما كتشوفوا. دابا غادي نديروا له واحد الصدافه اللي كتجينا هنا كما كتشوفوا، واحد الجهه خليناها زايده، يعني هذيك الجهه اللي خليناها زايده هي اللي غادي نديروا فيها الصدافه، والجهه اللي جات العبار متقاد هي اللي غادي نديروا فيها هذيك الفتيحه، يعني هذيك الفتيحه اللي كتجي ديال الصداف. اذا هنا كنشيد هذاك العبار ديال الصداف، كان هنا عندي سنتيم ونصف. اذا هنا الفتحه ديال هاد الصداف غادي نخلي فيها 2 ديال السنتيم، يعني غادي نزيدها نصف سنتيم باش تدخل وتخرج بطريقه مريحه. اذا دابا كنشيد هذاك المكان اللي غادي ندير فيه هذيك الفتحه، كنقسم العبار ديال الغرزه كنردها في الواحد وكنبقى تندور بهذاك العبار اللي سطرنا عليه كما كتشوفوا. كنبقى كندور معاه، يعني كنخلي هذاك المكان اللي سطرنا عليه راسي وكنبقى كندور في الجوانب ديالو، والغرزه كتمشي على خدها كما كتشوفوا. كنمشي كنخيط بطريقه عاديه وغير بشويه باش تجيني هذيك الخياطه متقاده. اذا كنبقى كندور على هذيك الخياطه ما بين 3 حتى 4 ديال الخياطات كندور معاها باش كتجيني بحال الشكل ديال الماكينه اللي كتخدم العيون ديال الصداف، باش كتجيني بحال هكا هذيك العوينه ديال الصداف كما كتشوفوا. يعني هذيك الفتحه ديال الازرار كنطويها بهذه الطريقه هذه، وكنشد هذاك المقص وكندير واحد الفتيحه غير صغيره وكنبقى كنزيد في هذيك الفتيحه، ولكن انتبه باش ما نقيش هذيك الخياطه اللي درناها. هذا علاش العبار خصنا نتاكدوا منه باش يجينا متقاد. دابا كنشيد هذاك فم الكوم وكنزل هذيك الباندا بحال الطريقه هذه، وغادي ندير في الوسط ديال هذيك الفتيحه اللي درنا واحد العلامه كما كتشوفوا، وعلى هذه العلامه هذه غادي نديروا هذيك الصدافه يعني هذيك الازرار. كنجيو كنشد الابره بحال هكا كنطلع الخيط من التحت وكنشيد هذيك الصدافه وكندخل هذيك الابره في هذيك العوينات بجوجهم، وكنبقى كنخيط على هذيك الصدافه. كنضرب الابره تنزل لتحت وعاود كنعاود نطلع هذيك الابره من الفوق ندوزها في هذيك العيون بجوج وكنمشي تنخيط. ملي تنخيطها مزيان كنقلبها من الداخل وكندير واحد الغريزات من الداخل تقريبا 3 أو 4 ديال الغريزات باش ما يتحلوش لينا، باش ما يتحلش لينا هذاك الخيط، باش كتجينا الصدافه بحال هكا كما كتشوفوا. هذيك الجهه اللي كنا خليناها زايده هي اللي درنا فيها الصدافه، والجهه اللي جاتنا متقاده هي اللي خلينا درنا فيها هذيك العوينه هذيك الفتحه ديال الازرار باش كتجينا بحال هكا كما كتشوفوا. وهنا ننتبه باش هذيك الصداف يجوني متقادين، ما تجينيش واحد الجهه في الامام
والجهه الثانيه في الجهه ديال الخلف. ضروري خصهم يكونوا متقادين باش كيجيونا بحال هكا، والكشكاشه كتجينا فم لكم بحال هكا. دابا غادي نديروا هاد الصداف هادو في الجهه ديال الصدر بنفس الطريقه اللي خدمنا بهم ديالكم، ونشوفوا الشكل النهائي ديال هذا الموديل. وهذا هو الشكل النهائي ديال هذا الموديل. كما كتشوفوا كيجيونا الصداف بحال هكا في الجهه ديال الصدر. كما كتشوفوا هذه هي الباندا اللي درناها ديال الامام، والكول فينينا بطريقه زوينه كما كتشوفوا. وبالنسبه لهنا كتجي واسعه، وفم الكم كيجينا مخدوم بالكشكاشه، وكتجي عريضه في اللبس. كنتمنى تكونوا استفدتوا. يلا تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.